السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. ان شاء الله كده. قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. النهاردة ان شاء الله العمر الكتاكيت بتاعتنا البلدي والهجين. النهاردة ان شاء الله العمر ال 12 يوم. طبعا انا ما صورتلكوش من يوم الخامس. معلش، بس يعني كان في ظروف ما كده. بس ان شاء الله هنبدأ نصور تاني. انا طبعا كان في لقيت فيه اسهالات بني، فده ميعاد الجرعه بتاعه الكوكسيديا. المفروض جرعه الكوكسيديا تاخد على 12 يوم من عمر الفراخ البلدي. طبعا جبت لهم من البيطري دواء للكوكسيديا. معايا دلوقتي هنحطه لهم. انا حطيت لهم امبارح وهحط لهم تاني معاكم النهارده باذن الله. وطبعا كمان هنوزن مع بعض كده الفراخ الهجين والفراخ البلدي، ونشوف الوزن بتاعهم على العمر ال 12 يوم دول بيبقى عامل قد ايه، ونتابع مع بعض كده ان شاء الله عشان تبقى دورة كويسة بإذن الله وحلوة معانا من غير تحصينات من عند البيطر بإذن الله. طبعا انا معوداهم ان انا بحط لهم البصل والثوم يا جماعة، يعني في الاسبوع مرتين ثلاثة، ولو اكتر من كده مش هيضرهم في حاجه. تمام. طبعا البصل والثوم مفيد جدا للطيور كلها عامه، وبيزود كمان معاكي الوزن وبيرفع المناعه وضد اي امراض وفيروسات. بقدر الامكان بنعمل اللي علينا. فطبعا دلوقتي هحط معاكم العلفه بتاعتهم. طبعا الفراخ هم دلوقتي جعانين طبعا وعطشانين، انا لسه طالعه لهم دلوقتي. فانا معايا العلف بتاعهم اهوت. ما بكترش الكميه زي ما قلت قبل كده يا جماعه، اللي هنحط عليها اي وصفه انت بتعمليها ما تكتريهاش. حطي على قد ما هيفطروا، مثلا على قد ما هتحط لهم ويخلصوها كملي تاني بقى احط لهم علف تاني جديد، بحيث انها ما تتناش متراكمه قدامهم كتير. تمام. طبعا انا معايا دلوقتي العلف بتاعهم اهوت، وانا مجهزه لهم. انا طبعا عامله الثوم والبصل اهوت، حاطه على الثوم والبصل حاطه بصلايه متوسطه، وحاطه عليها 4 فصوص ثوم، وحاطه كمان نص ليمونه مقطعه قطع كده وحطها ضربهم كلهم كده مع بعض في الكبه. وحطيت عليهم كمان نص معلقه كركم ونص معلقه كمون. شوفوا هيطلعوا كمان يطلعوا من البطاريه من جوه. هحط دلوقتي كده على العلف ونقلبه كده مع بعض واحطه لهم. ده يا جماعه انا بحطه لهم مرتين ثلاثه في الاسبوع، يعني يوم ويوم كده احطه لهم مره. كان الطيور معاكي حلوه وكويسه، واي طيور عندك بط، عندك حمام، عندك كتاكيت رومي، اي طيور عندك البصل والثوم حلو جدا ليه. تمام. ويا ريت كمان يكون على الوجبه اللي هي اول وجبه ليهم، اللي هي بتاعه الفطار دي. هبدأ بقى احطه لهم في العلافات وارجع اوريكم تاني معايا. طبعا انا كده حطيت لهم العلف قدامهم اهوت. طبعا نزلوا هجم عليه. كل فراخ الحمد لله كويسه، الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا رب. الكتاكيت معانا كلها كويسه اهوت، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. كمان الكتكوت الهجين بصراحه يعني يكاد يكون مش باين منهم الا اللي يعني ايه، اللي حجمه كبير شويه. تمام. يعني انا ما عدتش كمان عارفه الهجين من الكتكوت البلدي، بس انا عارفه كام واحد كده زي ده كده معايا. هجيبه كده اهو يا جماعه، شايفينه؟ يا رب يكون واضح معانا. انا كده هحطه على الميزانه واشوف وزنه قد ايه. الميزانه معايا اهيت، هحطه كده على الميزانه ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، بس يا رب ما يجريش بس معانا. اهدى بس كده، اهدى. بسم الله ما شاء الله. هو اكيد ان شاء الله يا جماعه يعني ايه من 200 ل 250 كده اهو، يعني 200 ناقص شويه. يعني الكتكوت معايا 185، عمر 12 يوم كده. الوزن حلو مش وحش، حلو يعني جميل. تمام. نجيب كده واحد تاني كمان.
مم. تعالى تعالى نحط برضو تاني كده على الميزان. ده برضو وزنه 185. تمام. انا خايفه بس اسيبه لحسن يطير واقعد اجري وراه. هنشوف برضو واحد تاني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. صلوا معايا كده على النبي يا جماعه عليه الصلاه والسلام، حتى يعني ناخد ثواب كده احلى من اللايك واحلى من الاشتراك، ناخد كده ثواب بالصلاه على النبي ان شاء الله عليه الصلاه والسلام. انا بصراحه هما بيجروا وانا عايزه امسك واحد. طب نشوف الفرخ البلدي كده معايا، نشوف الفرق كده بينه وبين البلدي. ده فرخ بلدي اهو. تمام. نشوف الفرخ البلدي كده عامل قد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. خليك حلو كده وقف. الفرخ البلدي يا جماعه 135، يعني الفرق بين ده وبين ده 50 جرام. تمام. طبعا كده برضو وزن الفرخ البلدي معايا جميل بسم الله ما شاء الله. طبعا كل ده يا جماعه بيرجع الاهتمام بالتربيه بتاعه الطيور. طبعا الحاجه بتبقى كويسه معاكي بالاهتمام بيها، تبقى معاكي تجيب معاكي وزن، وتبقى الدوره ناجحه. انك تهتمي بالطيور، لقيتي عليهم اي اعراض تجيبي دواء من البيطري تعملي لهم وصفات. لكن طبعا لو سبتي الحاجه بتتدهور حالها، ويعني اكيد مش هتجيب معاكي اي وزن. تمام. شفتوا الفرخه يا جماعه نضيف ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. ربنا يبارك لنا ويبارك لأمة المسلمين يا رب. الفرخ معايا نضيف. طبعا تربيه البطيخات يا جماعه في الفراخ البلدي والفراخ البيضاء والطيور عموما جميله جميله جميله. يعني بنصح اي حد يكون قادر ان هو يجيب بطاريه انه فعلا يربي فيها، لان تربيتها فعلا حلوه جدا جدا كمان. تمام. وبتاخد يمكن اكتر من عدد الكمان اللي بتربيه على الارض في تربيه الكتاكيت الصغيره. تمام. والكبيره لو فراخ كبيره. تمام. يبقى كده وزن الكتكوت البلدي معانا 135. نشوف كمان واحد. نشوف كمان كده واحد. انا جبت كمان واحد كتكوت بلدي اهوت. ده كتكوت فيوم يا جماعه اهوت. بصوا اهوت. الريشه بتاعته لسه بدأ تغير بني اهوت. طبعا الفراخ الفيوم دي بتبقى جميله جدا في البيض يا جماعه، واحسن فرخ يجيب معاكي نسبه بيض طبعا هي الفراخ الفيومي، بس الفيوم البلدي. تمام. مش الفيوم البيور اللي بيشيل لحمه معاكي. هنشوف كده وزن الفرخ ده معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. الوزن الفرخ ده معايا 145 جرام، يعني طبعا زياده كمان عن الفرخ اللي كان قبليه. بسم الله ما شاء الله. يعني حاجه اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. انا كده خلاص وزنت معاكم الفراخ الهجين، ووزننا الفراخ البلدي، ووزنهم يعني قريب من بعض جدا. يعني ما شاء الله جميل. اما الفراخ تجيب معاك الوزن ده حلو في سن 12 يوم. تمام. طبعا ده بيرجع للاهتمام يا جماعه. انا بحب اكرر الكلمه ديت، كل ما تهتمي بطيورك كل ما هتديكي. تمام. طبعا انا دلوقتي هعمل ايه. انا هحط على الميه دواء الكوكسيديا بتاعهم اللي انا جبته من البيطري. تمام. ساعه ما تشوفي اي اسهالات بني عسلي او كمان في اسهالات ساعات بتبقى حمرة كده مدممه، برضو تروحي للبيطري وتجيبي لهم دواء للكوكسيديا. يا جماعه حكايه ان احنا نعمل وصفه للكوكسيديا ده ما ينفعش. احنا ممكن نكمل بيها، لكن الاول وخصوصا لما تكوني جايبه عدد طيور معاكي وان شاء الله ربنا يكرمك بيه، يبقى لازما تعملي الحاجه صح. هنجيب دواء من عند البيطري جرعه كوكسيديا بتتاخد على مرتين، مره على 12 يوم والمره الثانيه في اخر الشهر. تمام. طبعا دلوقتي هنحط لهم دواء كوكسيديا واوريه لكم معايا، بس اجيبه كده. بس دواء كوكسيديا معايا اهوت يا جماعه، ده معلقه على لتر ميه.
اهوت دوا بودره كده، ممكن يكون يبقى سايل، مفيش اي مشكله. انت تقولي له الفراخ مثلا بيعملوا البراز بتاعهم لونه كذا، هيقوم مديكي بقى الحاجه المظبوطه للفراخ اللي معاكي ولا الكتاكيت اللي معاكي. تمام. انا دلوقتي هحط معلقه على لتر الميه اللي انا مليته، ماشي، وارجع لكم تاني. خلاص كده انا حطيت لهم الدواء على الميه وحطيته قدامهم، والعلفه محطوطه وكله تمام ما شاء الله. كنت عايزه اقول لكم يا جماعه كمان ان الفراخ دي زي ما قلنا نوعها بلدي، بلدي ان شاء الله، وهي هتطلع بلدي مشعر يعني، بس تشعيره خفيفه، وده اللي انا كنت عايزاه الحمد لله. وكمان فراخ هجين، انا جايبه معاهم 10 فرخات هجين. تمام. يعني اللي بيشرب في الوش ده هجين. تمام. اللهم صل على النبي. كمان ان شاء الله البطاريه طبعا كده، انا بعيد بالصوره كده عشان تبان معاكم. البطاريه كده انا حاسه انها خلاص يعني ما عادتش واخده الفراخ، يعني ما شاء الله الفراخ معايا عددها كتير على البطاريه. فانا هاخد الكتاكيت انزلها في مكان تاني اوسع. تمام. في بطاريه برضو بس اوسع من كده، يعني ادي دي مرتين كده. تمام. فانا هاخدهم ان شاء الله باذن الله النهارده كده اخر النهار، وان شاء الله احاول اعمل لكم فيديو بيهم وانزلهم في مكان طبعا اوسع. طبعا كل ما الطيور تكون في مكان اوسع يبقى ده احسن، ما يجيلهمش افتراس. تمام. وكمان يكبروا احسن من كده كمان لما يكون المكان واسع عليهم، يتحركوا احلى من كده. المكان طبعا لما يكون واسع في اي حاجه يكون كويس. فتمام. فاحنا هننقلهم ان شاء الله في البطاريه التانية، هوريها لكم تحت عند الطيور. طبعا البطاريه دي بحضن فيها فراخ كتاكيت البلدي والبيضه. بس الكتاكيت البيضه بسيبهم بقى فيها لحد ما اذبحهم، لكن الكتاكيت البلدي بحضنهم بس فيها، وبعدين بنقلهم في حاجه اوسع او حاجه اكبر طبعا. ماشي. شوف معايا كتكوت اللي الفيوم طلع. تمام. انا طبعا بسيب لهم الحته اللي مفتوحه فوق دي دلوقتي عشان ما ينطوش منها بره. ماشي. هسكها برضو اهيت معايا الحته بتاعتها اهيت كده، بس طبعا اسمني ماسكه اللي فوق مش عارفه امسكها قوي اهو. خلاص الحمد لله انا كده سكتها. ان شاء الله يا جماعه تتابعوا كل الفيديوهات اللي بعملها عشان تستفادوا منها باذن الله، ولو بمعلومه بسيطه. يا رب انا كنت افدتكم فعلا بمعلومه ولو بسيطه، وكون عند حسن ظنكم. وتابعوا معايا ان شاء الله الدوره على خير، واللي عايز يجيب يجيب، واللي شغال معايا دلوقتي وعنده يتابعني ان شاء الله. وان شاء الله كلنا نستفيد من بعض. يا ريت ما تنسونيش باللايك يا جماعه، اللايك هيرفع معايا الفيديو ويكبر معايا القناه. يا ريت ما تنسونيش باللايك بالله عليكم، اللايك يا جماعة. واللي طبعا يشترك في القناة طبعا، اللي لسه اول مرة يشترك في القناة، وتكتبوا لي تعليق تحت الفيديو. اي تعليق منكم انا راضية بيه، بس اكتبوا لي تعليق يا جماعة تحت الفيديو عشان اشجع ان انا اعمل فيديوهات اكتر، وفيديوهات تفيد الناس ان شاء الله باذن الله. بقول لكم ولو بمعلومة بسيطة تكونوا مش واخدين بالكم منها، نفيد بعض بيها ان شاء الله. على خير اشوفكم الفيديو الجاي بامر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.